المفسدة رقم 4 وهي مقارنة نفسك بالناس. يمكن دي اكتر حاجة بتدمر شباب الجيل ده من غير ما ياخدوا بالهم. تدخل تشوف واحد بيصور نفسه وهو مسافر، بيضحك وناجح، جسمه حلو وبيكسب كويس جدا، وانت قاعد في اوضتك لابس ترنج قديم وشايل هم امتحانات او شغل او مسؤولية، ودماغك تبدأ تسأل ليه هو عنده كل ده وانا لا؟ هو انا ناقصني ايه؟ هو انا فاشل؟ المشكلة هنا مش انك شفت نجاح حد، المشكلة هنا انك شفت النجاح ده من غير ما تشوف الكواليس. ما شفتش القروض او الحزن او حتى المعاصي اللي بيعملها عشان يوصل، او التمثيل اللي قدام الكاميرا. المقارنة دي بتقتل رضاك وشغفك وتركيزك وساعات حتى دينك. والحل هنا انك تبطل تبص لغيرك طول الوقت، وتركز على رحلتك انت، على قيمتك واهدافك وطريقك اللي ربنا كتبه لك. لان كل واحد مننا ليه قصة، وقصتك مش لازم تشبه حد. طريقك غير طريقه، وتحدياتك اكيد غيره، حتى ولو كانت وجهتك واحدة. مفيش مانع انك تقتدي بحد ناجح عشان تكون زيه، بس لازم النجاح ده يكون من كل الجوانب. يعني ما تبصش لحد ناجح ماليا بس فلوسه دي اكتسبها من طريقة ما ترضيش ربنا. هتستفيد ايه يعني لما توصل لده؟